اجا واحد مسوي ذنب، ليس ذنب كبير على قلبه، مو مثل اليوم احنا يقتل بشر وما يتأثر. فرجل الظاهر دخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله أنا اليوم أذنب الذنب وأريدك تشوف لي شارة. قال له شنو ذنبك؟ قال له شفت لي فراخ حمامة وعجبني، قلت أطفال يلعبون عليهن. قال له فصعدت نزلتهن من العش، من نزلتهن اجت أمهن الحمامة شافتني من خذيتهن، ظلت تحوم على راسي، لا نزلت قدامي تنقر بالأرض، قل له ذبهم خلنا أوكلهم. قال له قسى قلبي أنا، قلت خلنا نقطع خبرها. وصلت لحد البيت، جبت الأفراخ وين حطيتهم؟ احنا نسميه بالمخبة بالعب هنا، حتى تأيس لا تشوفهم ملاهي. يقول فمن شافت انه انا ما عندي رحمة ووصلت لحد الدار راح ادخل، يقول اجت وقفت على كتفي ونزلت معاهم، نزلت ورا فراخ. قال له فانا هواي تأثريت، انا هذه الطيرة الحمامة طبعا معروفة بالحنية بالحنان والرأفة والعطف. قال له فانا انكسر قلبي وتأذيت، هل من توبة؟ يقول نظر للإمام لقى دموعه نازلة، سيدي أبكيتك؟ قال له اعلم يا هذا إن الله أحن عليك من تلكم الحمامة على فراخها. لاحظ له لا؟ إن الله أحن عليكم من تلك الحمامة على أفراخها، وأحن عليكم من أمكم وأبيكم.